عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهديني الأعزاء عشاق تفسير الرؤى والأحلام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة هنتكلم على رموز مهمة جدا جدا. لو شفتيها في المنام تدل على ايه؟ هنتكلم الرمز ده بمثابة استخارة ربنا بيبعتها لنا. الرؤية اللي بتجيلنا ديت بتخص الأنسة العزباء، بتخص المطلقة، بتخص الأرملة. الرؤية دي ربنا بيبعتها لنا رسالة وبيبعتها لنا انذار علشان نعرف العريس اللي جاي لنا ده مواصفاته ايه، هل هو هيناسبنا ولا مش هيناسبنا. قبل ما نخش على الفيديو ونكمل بقية الرؤى، ما تنسونيش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واللي عنده اي رؤية ومحتاج تفسيرها يكتبها اسفل الفيديو وان شاء الله هنفسرها. بالنسبة للبنت العزباء او المطلقة او الارملة، ربنا بيبعتها لها احيانا رؤية ورسالة ويقول لها خلي بالك انتبهي، العريس اللي جايلك ده مواصفاته ايه، هل مواصفاته كويس ولا مواصفاته مش كويس. وقت ساعتها انت لما تشوفي الرؤية ديت هتبدأي تقرري وتركزي في الشخص اللي جايلك. الرمز المهم اللي معانا ده هنتكلم، هي طبعا رموز كتير بس احنا هنتكلم وهنكمل مع حلقات تانية ان شاء الله. وكل رمز هنقوله كله. الرمز اللي معانا ده هيكون رمز الأحذية او الشوزات. الشوزات في المنام اعزكم الله، لما تيجي في المنام هنتكلم على شوزات والواناتها. وكل لون بيخص الشخصية، المواصفات اللي هيجيلك. يعني اللي هيجيلك الشخص اللي هيجيلك مثلا وحلمتي مثلا انك انتي لابسه شوز لونه ازرق. هل معنى طبيعي انك انت تلبسي شوز ازرق؟ وطبيعي اصلا يعني اللون ده بيبقى صعب انك تلبسيه، بس طبيعي ربنا بيبعته لك بقى رمز بيقول لك خلي بالك الراجل ده هيجيلك عريس، الشخص ده هيكون ميسور الحال، مواصفاته ان هو هيكون ميسور الحال. تمام. طيب هنتكلم على الرمز التاني اللي هو رمز الشوز اللي لونه اخضر. وحلمتي انك انت لابسه شوز اخضر. طبعا الالوانات دي صعب قوي لبسها. لما تشوفي نفسك لابسه الشوز الاخضر ده بيدل على ايه؟ بيدل عن جايلك عريس، الراجل ده هيكون متدين قوي، شخص يتقي الله، شخص قريب لربنا. دي مواصفاته. مش مبين بقى اذا كان هو غني ميسور الحال ولا لا. مواصفاته ان هو يتقي الله وشخص متدين. تمام. هنتكلم على الرمز التاني اللي هو الشوز الاسود. الشوز الاسود بيدل على رمز ان الراجل اللي جايلك ده ذو منصب، سوء حال في حياته، علو شأن في حياته. الشوز اللي لونه اسمر. طيب من بقى الشوز وجالك عريس، سواء اذا كنت مطلقة او ارملة او بنوتة وانسة، وجالك شوز ولقيتي نفسك لابسة شوز احمر، على طول ترفضي. لبستي شوز دي رؤية، يعني الشوزات ديت بتبقى رؤية يا جماعة. لقيتي لابسة شوز لونه احمر، شوز اللون الاحمر ده جالك، ترفضي نهائي. دي سبحان الله بمثابة استخارة، بمثابة تنوير بصيرة، ربنا بينور لك بصيرتك. شوز احمر بيدل على انه هو شخص، مواصفات بقى الشخص اللي هيجيلك دوت. حتى لو جالك وتركزي معاه تشوفي مواصفاته هل فعلا دي ولا مليون في المية. الشوز الاحمر هتلاقي مواصفاته ايه بقى؟ مواصفاته هيكون رجل عصبي، عصبي من اقل حاجة، بيتعصب وبيتنرفز. مواصفاته كمان بيكون غيور قوي وشكاك. مواصفاته التالتة بيكون بيحب الدنيا، بحب الدنيا وبحب الستات والبنات وله في اتجاه الدنيا والبنات والكلام ده، ومش هتعرفي تسيطري عليه. وطبيعته طبيعي مادام هو كده، طبيعي ان هو هيكون غيور عليكي، فناخدها بقى من قصرها ونرفض الشخص ده. المواصفات التانية لما شفتي الشوز بنفسجي، برضو اللون البنفسجي طبيعي ان احنا مفيش شوزات بنفسجي الا من نادر. فلما يجي لنا رمز بنفسجي يبقى ربنا بيقول لنا خلي بالكم انا باعت لك رساله ينور لك بصيرتك. مواصفات الشخص ده هيكون ايه؟ شخص المواصفات الشوز البنفسجي شخص هيكون قلوق، شكاك، نكدي، منكد عليكي حياتك بالشك والقلق والوسوسه. الشخص كده هيتعب لك اعصابك. طبعا انت يا حبيبتي مش ناقصه،
فبلاها العريس ده. طب لو شفنا كمان الصندل، لبس الصندل الكعب العالي، نركز في الرؤية دي قوي قوي يا بنات. الصندل ويكون لا الكعب بتاعه عالي، صندل او شوز او اي حاجة والكعب بتاعه عالي، مواصفات الشخص ده هيكون متكبر. تمام. هيكون اكبر منك في السن، ربما يكون اكبر منك في السن. متكبر، صعب انك انتي متكبر انك انتوا توصلوا لافكار بعض او يكون في تفاهم ما بينكم. كمان ممكن كمان يكون متزوج ومعاه ولد مخلف. فلما يجيلك صندل بكعب عالي ولابساه، تشوفي العريس ده مواصفاته ايه، هل هو متكبر وفكره اكبر من دماغك ومش هتعرفوا توصلوا مع بعض لنقطة معينة، او في فجوة في التفاهم ما بينكم وما بين بعض، او هو كبير في السن هعرف اتعامل معاه، او هو متزوج معاه اولاد، ولد بيكون في الغالب دايما ولد او بنت، بس في الغالب ولد. معانا هنا برضو نتكلم بقى على البوط. لو شفتي نفسك لابسه بوط، والبوط ده خصوصا لما يكون في الشتاء، تمام، بيدل على شخص هيجيلك، شخص دافي حنين، شخص غني ميسور الحال. البوط بيدل كمان على تطويلة الرقبة، شخص هيطول رقبتك، هتكوني قاعدة كده مبهورة بيه وان هو مطول رقبتك. فاهمة؟ يعني رؤية البوط ده بيكون بيرمز لشخص كويس. آه رؤية الشبشب، الشبشب بيدل على ان هو شخص على قد حاله. لو جالك بقى شبشب بلاستيك، اعرفي ان الشخص ده هيكون سبب بلاء ونكد عليك. جماعة الرؤية دي خلي بالكم فيها رموز ورسائل جميلة، ما اهتموا شوية بالرؤية ديت. فاهمين؟ الحلقة دي مهمة قوي. الشبشب البلاستيك بيدل على شخص هيسبب لك بلاء ونكد في حياتك، والشبشب بيدل على ضيق الحال. ممكن ضيق الحال شبشب عادي، جلد عادي عادي، لكن لما يكون بلاستيك خلي بالك. انت ممكن ايه يعني تبداوا من الصفر على قد حاله وبكره يكبر وكده، لكن لما يكون بلاستيك هنا في وقفه، هنا نركز ونشوف الشخص ده ايه هينكد علينا عشتنا وظروفه كمان صعبه ليه يعني. رؤيه الشوز الموف، الشوز الموف او الحذاء الموف، اعزكم الله، الحذاء الموف بيدل على رجل حنين وهادي الطبع وجميل ومريح، يهدوا اعصابك كده اصلا. تمام. معانا هنا برضو الشوز البنك، يعني الموف بيدل على ان هو حنين وهادي الطبع. الشوز البنك بيدل برضو على ان هو راجل هادي وودود بيحب الود والعشرة. آه، الشوز النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحب يلبس الشوز البني. الشوز البني بيدل على خطوات حلوة مع الشخص ده، بيدل على انه برضو شخص ميسور الحال. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك والاشتراك في القناة، واللي عنده رؤية يكتبها اسفل الفيديو وان شاء الله هنفصلها له في اقرب وقت.